انسي لي بقى أي طريقة بتعملي بيها الحمام الكداب وتعالي جربي الطريقة دي، والنتيجة زي ما أنتِ شايفة كده. نسمي بالله كده ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا. أنا هاقول لِك على مقدار الكيلو، لكل كيلو وراك هتعملي حمام كداب. بصلاية متوسطة مبشورة وكمان طماطماية متوسطة مبشورة. البهارات بتاعتي ملح وفلفل وجوزة الطيب وحبهان مطحون وبابريكا و7 بهارات ومعلقة كبيرة كده من الصويا صوص. أي حاجة من البهارات دي مش موجودة عندِك تقدري تستغني عنها. هادعك بقى البصل والطماطم مع البهارات بتاعتي. الوراك بتاعتي مخلية طبعًا، أنا قايلة بتاع الفراخ يخليها لي ما شاء الله يعني تسلم إيده. هتجيبيها وهتغسليها وهتنقعيها كده في محلول نقع الطيور، وبعد كده تنشفيها كويس جدًا من المَيّة، أنا مش عاوزة يكون فيها أي مَيّة، وتبليها بالشكل ده كده واركنيها على جنب. بعد كده بقى نيجي للحشو، هترفعي حلة على النار في أي مادة دهنية أنتِ بتستخدميها. بصلاية كبيرة كده متقطعة، أنا هاقلِّب في البصلة دي لحد ما تاخد اللون الفاتح اللي أنتِ شايفاه ده كده. أفتح شوية من بصلة الكشري أو بصلة الرز الصيادية، وهانزل بالقوانص بتاعتي الأول. أنا عندي هنا كبد وقوانص فراخ أنا كنت محوشاها، هانزل بالقوانص بتاعتي الأول. بعد كده برضه هاتبِّل بنفس البهارات اللي إحنا تبِّلنا بيها الوراك، ملح وفلفل و7 بهارات وحبهان مطحون ورشة جوزة الطيب ومعلقة كده من الصويا صوص. وهاقلِّب بقى لحد ما القوانص بتاعتي تستوي معايا كويس جدًا، وتبقى معايا بالشكل ده كده. في المرحلة دي هانزل عندي بالكبد وبرضه هادّيها تشويحة كده وتقليبة لحد ما الكبدة بتاعتي تستوي، وتبقى معايا بالمنظر ده. بعد كده هانزل بالرز بتاعي مغسول ومتصفي كويس جدًا، هاشوّحه بقى مع الكبدة كده بالبهارات، ونفس يعتبر نفس طريقة الحمام بالضبط. هاقلّب الرز بتاعي وهانزل بنُص كمية الرز مَيّة مغلية، يعني لو أنتِ عاملة كوبايتين رز هتنزلي بكوباية بس من المَيّة. هانزل كده بالمَيّة السخنة بتاعتي وهاقلّب الرز وهاسيبه بقى كده في الأول على نار عالية، وبعد كده هاهدّي النار وهاسيبه لحد ما يستوي معايا 3/4 تسوية. تمام، أنا مش عايزة أسويه تسوية كاملة، أنا عايزاه يبقى بالشكل ده كده مستوي معايا 3/4 تسوية. هاسيبه بقى لحد ما يبرد خالص، ما ينفعش أستخدمه غير لمّا يبرد. الرز عندي برد وجبت بقى الوراك بتاعتي وحشيتها، وبرضه حاولي ما تمليهاش علشان ما تفتحش منِّك في التسوية. وبخلة السنان بقى وحاولي تقفّلي كويس جدًا على قد ما تقدري. الطريقة دي أفضل بكتير من إنِّك تسلقي وتلفّي في ورق استرتش وفويل والكلام ده كلّه. لأ، بخلة السنان كده وحاولي تقفّلي الورك معاكِ بالشكل ده كده بعد ما تحشيه. متهيأ لي ما فيش أسهل من كده. أسهل وأحلى طريقة ممكن تجرّبيها الحمام الكدّاب، بجد تحفة. والطعم بقى والحشوة دي خطيرة في حتّة تانية خالص. أنا زي ما قُلت لِك حشيت وقفّلت كده بخلة السنان بالشكل ده كده من كل جنب، ما حاولت على قد ما أقدر ما اخلّيش أي حتّة مفتحة. وطبعًا الإيد اللي جنبي دي الدكتورة راسيل بتاعتنا اللي ما بتفارقناش في أي تصوير، فكانت مشرّفانا في التصوير مُصرّة إنها ما تتحرّكش وتتنقل. هاعمل معاكم كمان واحدة أنا برضه حشيتها وقفّلتها بالخلة بالشكل ده كده. زي ما قُلت لكم أهم حاجة إنِّك تقفّليها. تمام؟ الورك معاكِ هياخد مش هيكمّل 50 جرام رز، يعني الورك معاكِ هياخد كده أقل من قبضة إيدِك رز. الحمام الكدّاب بياخد كمية رز أقل من الحمام العادي. آآ اللهم صل عليك يا نبي، أنا قفّلت بالشكل ده كده. تمام، هاخلّص بقى باقي كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة، هاحشيها وهاقفّل على قد ما أقدر. وطبعًا الناس بقى بتوع الجلافز، أنا قلعت الجلافز في بداية الحشو علشان بصراحة كانت مش عارفة أتمكّن خالص من الحشوة بتاعتي، فإيدينا برضه والله نضيفة وزي الفل. أنا حشيتهم ورصيت في الصينية بتاعتي كده أي خضار طماطم، بصل، جزر، أي خضار عندِك بتحبيه هتفرشيه في الأرضية، وهترصي الحمام بتاعِك وهانزل كده يعني هاغطّي نُص كمية الحمام عندي بمَيّة مغلية، وهاقفّله في ورق فويل. الفرن بتاعي سُخن في الأول كده على نار عالية، وبعدين هاهدّي النار وهاسيبه لحد ما يستوي. هياخد معاكِ تقريبًا كده من ساعة لساعة وربع. في الخطوة دي بقى أو في المرحلة دي قُلنا نعمل شوية رز بسمتي. حلة على نار في أي مادة دهنية عندِك، هانزل كده ببصلاية كبيرة متقطعة. أنا مش عاوزاها تلوِّن، أنا يا دوب عاوزاها بس تصفر خفيف كده تاخد اللون الجولد الفاتح. هانزل عندي بجزراية مبشورة. البهارات بتاعتي بقى حبهان، قرفة، معلقة كبيرة كده من بهارات الكبسة، ليمون مجفف، قرنفل، ينسون نجمة، أي بهارات بتحبيها للرز البسمتي ضيفيها. هاقلِّب بقى الكلام الحلو ده كده مع بعضه، وهانزل عندي بالرز البسمتي مغسول ومتصفي ومنقوع كويس جدًا. لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونُص من المَيّة المغلية. أنا من الناس اللي باحب إن أنا أشوّح الرز كده مع المادة الدهنية والبهارات، وبعد كده هانزل عندي بالمَيّة المغلية. لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونُص من المَيّة. في الأول على نار عالية، وبعد كده هاهدّي النار خالص وهاسيبه عندي لحد ما يستوي تسوية كاملة. هيبقى معاكِ بالشكل ده كده. الرز بتاعنا استوى وبقى زي الفل. طريقة الرز دي جميلة أوي يا بنات هتعجبكم. زي ما قُلت لكم في الأول كده على نار عالية لحد ما يتشرب كل المَيّة اللي فيه،
وبعد كده ههدي النار على أهدى حاجة موجودة عندي، وهاسيبه لحد ما يستوي، وهاضبّط الملح بتاعي وهاغطّي الحلة وهاسيبها بقى. هيبقى معاكِ بالشكل ده كده، الرز ده عندي كده استوى ومفلفل والريحة تحفة، زي ما أنتِ شايفة كده. وكمان الوراك بتاعتي طلعت من الفرن ريحتها خطيرة، بألف هنا على قلوب كل اللي أكل منها يا رب. طبعًا الناس اللي ما تعرفش إن ده كان الإطعام بتاعنا، إحنا كنا عاملين صاجين من الصاجات دي، شايفة؟ اللهم بارك. وكانت مع الوجبة كمان قطعة من الجلاش. ربنا يجعله في ميزان حسنات كل اللي شارك فيه يا رب، اللهم آمين. ولايك وشيروا لو الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم. عنواننا متغمر كفر سرنجة، شارع الشيخ مندوه، أمام عمارة الحاج هاشم البنداري. عندِك عزومة، عندِك مناسبة حلوة، عاوزة تعملي وجبات خير، إطعام، اتصلي بينا.